اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير أو مساء الخير على حسب ما بتشوفوا الفيديو. يلا بقى عشاق الكيكة بالشوكولاتة يجمعوا هنا معايا. هنعمل أحلى طريقة كيكة بالشوكولاتة سهلة وبسيطة ومكوناتها كلها عندي في البيت. أنا بعمل كيكة بالشوكولاتة بتاعتي بلبن مغلي. ما تخافوش خالص، اللبن المغلي هيطلعها طرية وحلوة قوي، وكمان هتحافظي عليها وعلى قوامها لو فضلت عندك بره كام يوم. يلا بقى هاتي كوباية الشاي بتاعتك أو كوباية الشاي بلبن بتاعتك وتعالي نعمل العظمة دي. أنا بقى هنا قدمت معاها لنفسي كوباية قهوة باللبن، أنا بحب جنبها قهوة باللبن، طعمها كان تحفة يا جماعة. أهم حاجة ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا بقى هنجيب الخلاط بتاعنا وهننزل عليه بأربع بيضات، 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. بعد بقى ما نزلت البيض اللي عندي حطيت بقى فانيليا، هنا خليط كده بس ما كانش باين يعني ان انا بحط الفانيليا، لازم طالما بيض يبقى فانيليا، انا بحب استخدم فانيليا سايل. قلت بقى كده لغايه اما احضر بقيه المكونات اللي عندي هنا لبن وبورلاند حطيته بقى كده كوبايه في الكنكه بتاعتي ورفعتها على النار عشان هتجلي زي ما قلت لكم انا بعمل كيكه باللبن المغلي. كده بقى في الخلاط حطيت كوبايتين سكر، متقلقوش الكيكة مش تطلع مسكرة خالص، هيطلع السكر بتاعها مظبوط وحلو. وكمان عندي كوباية زيت، أهم حاجة الزيت اللي عندك يبقى نضيف عشان الوصفة بتاعتك ما تبص. تمام. حطيت بقى كوباية كده زيت، هحطها برضو في الخلاط. المكونات بتاعتنا كلها هنضربها في الخلاط. اهم حاجه لو وصلتي الفيديو هنا ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك وكومنت حلو تشجعيني فيه. خلاص بقى كده بعد ما ضربت بقى المكونات بتاعتي كلها حلوه كده في الخلاط عشان السكر اللي عندي يدوب. هنا بقى جبت البوله بتاعتي وكنت محتاره طبعا، المفروض بنزل المواد الجافه الاول وبعد كده بنزل الخليط. انا نسيت خالص فنزلت طبعا الخليط في البوله الاول. هجيب بقى بولة تانية خالص وهنزل بقى فيهم في بالمواد الجافة بتاعتي. جبت بقى هنا البولة بتاعتي وعندي كوبايتين ونص دقيق نخلاهم كويس جدا، وكمان هنزل عليهم بنص كوباية كاكاو خام. اهم حاجة بقى تنخلوا كده الكاكاو عشان بيبقى فيه حبيبات. وكمان عندي بقى باكت اللي هو كيك شيف، ده حلو قوي، ده فيه محسنات فبيخلي الكيكة عندكم القوام بتاعها يفضل طري كذا يوم، ويفضل قوامها كأنكم لسه عاملينها. خلاص بقى كده يعني قلبت الخليط ونزلت عليه بقى بالمواد السائلة اللي عندي وبديله تقليبة كده. وخلاص بقى اللبن عندي كان غالي، هنزله بقى كده على الخليط. ما تقلقوش خالص، البيض عندنا مش هيستوي، هتطلع حلوة معاكم، بس جربوا الطريقة بتاعتي دي ولو عجبتكم اكتبولي في الكومنتات وقوليلي رأيكم فيها. خلاص بقى اديتها تقليبة كده حلوة. بجيب بقى صاج عندي كده ألمونيوم، أنا بحب طبعا أخبز الكيكة في الصواني الألمونيا، في الصواني الألمونيا يعني بتطلع حلوة قوي. وبدهنها دهنة زيت واحدة بس، ما تقلقوش مش هتلزق خالص. خلاص بقى بدخل الكيكة عندي على درجة حرارة 180، مسخنة الفرن قبليها. وبس كده الكيكة بتاعتي تكون خلصت وأكون كمان خلصت الفيديو بتاعي معاكم، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.